اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة جايلكم فيديو جديد وخفيف وسريع. بصوا، اول حاجة عايزة اقول لكم على معلومة كده، حبيت اعملها فيديو خفيف كده وصغير بدل ما اعملها في فيديو روتين يعني ويبقى طويل عليكم. وعشان بالظبط يعني ايه، في ناس كتير بتعاني من المشكلة دي، مشكلة ان المسح والريحة والبلاط بيغير ومش عارف ايه. فحبيت اعمل الموضوع ده فيديو مخصوص عشان اقول لكم على كل التكات وكل الحاجات اللي تخلي بيتك زي المراية كده وزي القشطة. تمام، يلا بينا نبدأ الفيديو. بس لو انت اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت بتتابعيني ما تنسيش تعملي لايك يا حبيبتي علشان تشجعيني. تمام، هقولك بقى النهارده علشان بيتك يفضل دايما نظيف والبلاط بيبرق كده وبيلمع على طول وفيه لمعه ومش مطفي ولا مغير. اول حاجه لازم يبقى ايدك في البلاط على طول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم كل يوم تمسحي. مش شرط ان احنا نمسح يا جماعه ان احنا نعمل رغوه وان احنا نعمل ميه ونغسل بالفرشه او بالمقشه او ندعك بلاط ومش عارف ايه. لا، احنا لو احنا ايدينا فيه كل يوم مش هنحتاج الموضوع ده. هيحتاج تلميع كل يوم. يعني ايه؟ هتعملي كل يوم هتكنسي طبعا بالمقشه، تلمي التراب كله الاول، وبعد كده باي نوع مساحه عندك. يعني انا عندي الشرشوبه الفوطه دي جميله جدا ومريحاني، تمام، دي احلى على فكره من الخيوط قوي. لو انت عندك دي تمام، لو انت عندك الحاجات اللي هي الحديثه تمام، اي حاجه متوفره عندك. لو انت عندك برضو الخيوط كويسه، بس لازم كل مره تغسليها كويس او تنشفيها عشان تبقى نظيفه وما تعملش ريحه معاكي. وكمان ما تخليش البلاط اللي هو بيبقى مجير او فهماني، يعني هي مش بتبقى حلوه قوي على البلاط. فبتحتاج مننا ان احنا نغسلها دايما وننضفها عشان تبقى كويسه يعني وتمسح معانا كويس وما تعملش ريحه. تمام، يبقى اول خطوه هنعملها ان احنا دايما ايدينا في البلاط بتاعنا نكنسه باستمرار، ودايما نلمعه كل يوم تلميعه خفيفه كده. يعني تمسحيه الاول بمسحوق او بمنظف او باي حاجه، بالحاجه اللي انت متعوده دايما تمسحي بيها. انا عن نفسي بعمل ايه بقى، حاجه حلوه قوي بتخلي البلاط دايما معايا زي المرايه، ولو في اي بقع بتروح، وكمان بيعقم وبيخليش اي ريحه حتى لو مش حاطه في الميه حاجه. الميه لازم تكون سخنه، مش سخنه اللي هتجيبها يعني بتغلي لا، يعني ميه دافيه بتبقى حلوه قوي قوي، بتخلي البلاط يلمع معاكي في لمعه جميله قوي، وبتنضف وبتخلي ريحه الشقه كده نظافه وتعقيم وحاجه حلوه قوي. فخلي دايما الميه بتاع المسحه معاكي، بتاع اللي انت بتمسحي بيها معاكي تكون دافيه. حطي فيها شويه مسحوق من اللي انت بتمسحي بيه، شويه منظف ارضيات، شويه معطر، اي حاجه اللي انت هتمسحي بيه حطيها. تمام، بس يكون قليل، ما تحاوليش ان انت تعملي رغوه كتير. تمام، امسحي وبعد ما تخلصي بميه برضو نضيفه ما فيهاش اي حاجه، وترجعي تعيدي على المسح تاني. ده تلميع بقى، ده تلميع ليه؟ عشان تشوفي اللمعه الحلوه اللي احنا بنشوفها في البلاط دي، لمعه جميله كده. وبعد ما البلاط ينشف تحس ان هو بيفضل يلمع. تمام، لكن ساعات بتيجي تمسحي وبعد ما البلاط ينشف، لو حد مشي على البلاط، لو انت مثلا يعني منطقه مش مفروشه او ما حطيتش سجاد، تيجي الولاد مثلا يمشوا تلاقي رجليهم مبصمه او معلمه في البلاط. ده بيبقى مغير، البلاط ده بيبقى مغير من ايه؟ آه، ممكن يكون الشرشوبة مش نظيفة، وممكن تكون انت حاطة يعني في المية بتاع المسح اللي انت بتمسحي منها مسحوق او حاجة بترغي كتير، وده غلط. تمام، فلازم تحطي حاجة قليلة او ما تعمليش رغوة كتير، الا اذا كنت هتدعكي البلاط بقى دعكة كويسة وتشطفي كذا مرة. تمام، والحكايه دي ما هتعملهاش طبعا غير كل اسبوع، ما ينفعش تعمليها كل يوم، يبقى تعب عليكي وعموما ملهاش لازمه. كده كده لو ايدنا في البلاط كل يوم تلميع، مش هنحتاج نعمل الموضوع ده غير كل اسبوع او كل اسبوعين كمان. تمام، فالتركه اللي انا هقول لك عليها دي بقى اللي هي الميه السخنه.
الميه السخنه حلوه جدا يا جماعه، زي ما قلت لكم والله بتعقم وبتخلي البلاط زي الفل. بتحسي كده ان انت البلاط بتاعك، شوفي اللمعه، ومهما نشف بيفضل على اللمعه بتاعته دي. ليه؟ علشان انا لما باجي امسح ما بحطش في الميه حاجه كتير، يعني لو شويه معطر، شويه منظف، شويه اي حاجه، حاجه بسيطه قوي. وبعد ما بمسح واخلص بروح مشطفاه بميه بقى ما فيهاش اي حاجه. شايفين اللمعه؟ هي دي اللمعه اللي انا عايزاها. ولما البلاط بينشف تماما بتفضل اللمعه دي فيه. انا البلاط بتاعي ابيض، وطبعا الابيض بيبان فيه اي حاجه. كان الاول لما باجي امسح بصراحه كان عندي الشرشوبه اللي هي الخيوط دي او اللي هي القطن دي، كان دايما بيعمل معايا كده. وكنت بصراحه ما كنتش بعمل ميه سخنه، وكنت دايما بحط مسحوق او حاجه بترغي، وكنت امسح كذا مره، ومهما شطف برضو الاقي البلاط بيغير. والبلاط الابيض او الاسود بيبان عليه جدا، يعني لو البلاط ملون ممكن ما يبانش قوي، لكن بلاط ابيض او اسود بيبان عليه جدا لو مغير. تمام. وبرضو في حاجه، لو البلاط وقع عليه حاجه، عصير او شاي او اي حاجه، بسرعه جدا لازم تمسحيه، لازم تمسحي الحته اللي وقع عليها دي. ما تقوليش مثلا بقى اللي انا خلاص شلتها بمنديل او بقماشه وهسيبها وكده كده همسح الصبح. لا، على فكره الحاجات دي بتبقع في البلاط، وممكن تلم عليك الحشرات زي النمل والحاجات المقرفه بتاعه الصيف دي. يعني لو وقع مثلا من الولاد عصير، لبن، شاي، اي حاجه، ما تروحيش شايلاها مثلا بمنديل ورق كده وتقولي خلاص انا همسح الصبح. لا، المنطقه دي كلها لازم تتمسح، حتى لو بالليل امسحيها، مش مشكله، يعني مش هتاخد منك 5 دقايق تلميعه بسيطه كده. ليه؟ عشان البلاط يفضل نضيف مفيش حاجه تبقع فيه، وكمان عشان ما يجيلكيش حشرات. تمام. وممكن كمان تحطي في الميه بتاع المسح في ازازه كده بتيجي من الصيدليه اسمها اكسوميثرين. اكسوميثرين الازازه دي ب20 جنيه. ممكن تجيبيها وتحطي مثلا كل اسبوع كده او كل شهر، كل فترة يعني كبيرة، تحطي غطا صغير على جردل للمسح. مش هتشوفي نملة ان شاء الله في الشقة. عن تجربة يعني بستخدمه بقالي سنين، بحطه في بخاخ وبزوده مية، جميل جدا جدا. لو انت وصلت بقى معايا للوقت ده في الفيديو، ما تنسيش بقى تحطي لي لايك جميل كده زيك وتعليق جميل عشان تشجعوني والقناة تكبر بيكم. بحبكم جدا في الله. السلام عليكم ورحمة الله.